السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أشنو هذا يا المغرب؟ أشنو هذا؟ مزراوي والصباري، ومن الصباري للسي إبراهيم، ومن السي إبراهيم الحكيمي، وحكيمي كيعطيها العناوي، العناوي كيعطيها الكعبي. الصراحة ديال الله اش هاد المستوى هذا؟ خلعتونا، ضجرتونا، هزيتو الرعب في الأعداء ديالنا. دابا عاد عرفتو ولا عاد عرفنا حنا كاملين علاش مصر ما بغاتناش نربحو، وعلاش عرفتو. دابا عاد عرفنا علاش الجزائر ما بغاتش تلعب معانا. ماشي ما بغاتش تلعب معانا حيت حنا البلد المنظم، حيت حنا كنلعبوا الكره، وحنا الا خرج فينا داك السبع اللي داخل فينا لداخل راه ما يبقى يشدنا حتى شي واحد. روضنا الاسود الغير مروضه، روضناها اليوم. ما نقبوهاش. هذه هي الميطه اللي كنا تنحلموا بها، هذه هي الميطه. البريمير ميطون احسن شوط اللي في الكان كامل لحد الساعه هو الشوط الاول. ما نقباتهاش الكاميرون. شفنا غير اللعابه. بونو ما وسخش الشورت، ما طاحش اليوم كاع، ما طاحش للارض، ما وسخش الشورت ديالو حتى التيشيرت ديالو باقيين غيشدوا هكاك، كيما عطاوه ليه غادي يرجعوا ليهم. هذا هو المستوى اللي كنا تنقلبوا عليه، هذا هو المنتخب المغربي. التيكي تاكا، سيطروا على المباراة عرضا وطولا وعرضا، وكما بغيتو كيسيطر عليها تبارك الله عليكم. وهذوك اللي كانوا تيهولوا من لاعب نبومو رقم 10 ومانشستر يونايتد، هاد الخوافه ربعت الخوافه، تيبان لهم شي واحد عنده شي دي زابدومينو مطراسين، وكيبان لهم عنده شي موليات كبار. داكشي راه غير جينيتيك. راه كتلقى بنادم كتلقاه سكاري شابع بيره وشارب شراب، كتلقى عنده شي موليات مفرقعين ما كيتريني، ما ولو جينيتيك. هذاك هي الجينيتيك. ما تخلع. ما هو كرة القدم راه ماشي هي الكونغ فو، وماشي هي الفري فايت، وماشي هي اليو اف سي، ولا ماشي هي الكي 1. كرة القدم كتبقى. علاش ميسي ناجح هو قدو قد كرداسة، ابراهيم ديازا هو ناجح. كرة القدم بالعكس، يعني هي راه ماشي في صالح اللاعب اللي عنده الموسكل، حيت طبيا هي الناس اللي كتكون عندهم الموسكل كبيرة تيحتاجوا بزاف ديال الاكسجين على واحد اخر. مثلا اناحي ما كيستهلكش بزاف ديال الاكسجين، والعضلات ديالو ما كتطلبش بزاف ديال الاكسجين مثلا على نظيره مرابط حيت كبير، ولا نصيري حيت طويل متر وكذا و90، ولا بونو. لهذا ملي تشوف في كرة القدم شي لعاب كبير وعنده الظهر وكذا وعنده هذه، ما عمرك ما يدهشركش، لان كرة القدم حاجة اخرى، عندها معايير اخرى. كرة القدم خصو يكون نحيف شوية، ماشي نحيف كل النحف، ولكن خصو يكون بعدا شوية عنده. بحال رونالدو هو اللاعب المثالي لكرة القدم. ما عمر ما كذا ما عادي، ولا بنزيما، ولا اناحي، ولا اش غنذكر لكم، ولا السيباري. واش غنقول لكم؟ دخت الصراحه ديال الله. شنو غنسبق وشنو غنوخر؟ فرحتونا، الله يفرحكم في هذا النهار هذا. الدومي فينال من وسط المغرب على الاقل. ضمننا بان وليد الركراكي سيواصل مع المنتخب المغربي على ما اظن، لان هاد الطريقه باش لعب اليوم. انا تفرج في قناه برازيليه، لان كنتفرج في البي ان سبورت، ولا كنتفرج في اذاعه اخرى اللي كتصدر بالعربيه. الصراحه ديال الله كيطلع لك الضغط ديال الدم. والحمد لله على وليداتنا اليوم، بعدا مساكن اللي ما طرا حتى شي واحد شي حاجه، وما طلع ليش الضغط، وما مرضش، وما جاتو شي سكته دماغيه وقلبيه. لهذا تنقول لكم كره القدم كتبقى هي جلده منفوخه بالبرد. ما تبقاوش تعطيوها الجهد كامل، حيت غتمرض حياتك وغتمرض معاك الناس. بنادم يتفرج بالعقل وبلا عصبيه. والناس ديال القهوه تفرجوا حتى نتوما بعقلكم، وما كاين لا غوت لا كذا. صافي، حنا الحمد لله حنا وراء المنتخب، ولكن بالحلاوه وبالعقل، ماشي بالغوات وبالامراض ديال القلب والشرايين. لهذا يستهلكوا بلا ما تهلكوا. دائما كون ذكي، تفرج وكون مريقل. المهم احسن لاعب عطاتو الكاف في المباراه هو السيباري، اسماعيل السيباري هو اللي فاز بها، لان البيت اللي ماركا بيت يعني ديال المعلميه، ديال الفنانه الرقيقيه باش تكونتروليها بداك الطريقه وتنزلها. ونفسنا حنا كجمهور، لان داك واحد زيرو ما كافياش. والتايمينغ اللي جات فيه والطريقه باش شدها باش ضربها يستحق. رغم ان ابراهيم دياز ماركا وكان في المستوى، رغم ان الكعبي عطى اسيست وكان هو في المستوى، رغم ان مزراوي كان وحش المباراه، خلى اللاعب مبونو يتبلوكا. ولكن ارتأت الكاف ان شافت التايمينغ ديال البيت، وشافت يعني العطاء الفيزيائي اللي كان اليوم ديال اسماعيل السيباري. الصراحه ديال الله يعني وليد الركراكي. فكما تنقول لكم المعطيات اللي عنده راه ما عندناش حنا.
وليد الركراكي يعني مستوى اللي قدم، مستوى يعني تكتيكي في المستوى، يعني باش تسيطر في البروميير ميطون تدخل دوزيام ميطون تعطي الكره واحد 10 دقائق تعطيهم الكره، حيت ما يمكنلكش تهاجم. الناس اللي كتفهم في الكره ما يمكنلكش تبقى مهاجم 90 دقيقه. هذا هو المشكل اللي كان تيدير هيرفي رونار، تيبقى كيهاجم كيهاجم كيهاجم، كتوصل 60 دقيقه اللعابه يعني كيستنزفوا الجهد ديالهم وكيولي عاوتاني مقلوب عليهم السحر، ينقلبوا السحر على الساحر. هادشي ديال كراكي الحلول اللي دخل بها صراحه ديال الله ديال المدرب في المستوى. وراه كما قلت لكم راه صنفوه انه احسن سابع مدرب في العالم. هذه راه ما كتصنفش غير هكاك لله في سبيل الله. حنا تنقولوا بان الركراكي راه عنده تبارك الله اللمسه ديالو، ولكن المشكل ديالو هو دابا التصريح اللي صرح مورا الماتش لم يوفق في هذاك التصريح. انا الابتسامه مشات ليا، والناس اللي كانوا كذا 20 عام هذه ما دخلتوش الدومي فينال، و36 عام هذه ما وصلتوش لكذا، وهذه هادشي ديما خليه اخويا الركراكه، هاد الحسابات هذه خليها بوحديتها الله يرضي عليك. المهم حنا نقولوا دابا برافو، نفهمها من بعد ان شاء الله. والنيجيريا ان شاء الله هي اللي غنلعبوا معاها، لان الجزائر في الكونغو يعني الماتش ديال الكونغو بان انهم يعني تزيروا من فريق جد عادي جدا. حتى دابا قولوا لنا راه حنايا راه ربحنا بالحكام، مجزره تحكيميه بطلها الحكم الموريتاني. ما عرفت هاد الناس هذا خونا، ما عرفتهم والله ما عرفتهم. واش هادو ديما سبحان الله، ديما راه الناس اللي كتمرض بالسكر كتمرض في افريقيا. شوف دابا الشيلي، نهار لعبنا في الشيلي حنا بالاو 20 تحيدوا الناس بعد ديال ضربات الجزاء، حيدوهم داك الجرين كات الوهبي، يعني تعطانا حقنا وفوت حقنا ليه، تعطانا حقنا الحمد لله في الشيلي. وشنو النتيجه في الاخر؟ ربحنا كاس العالم. شوف الفرق فين كاين، شوف الفرق. بطولات العرب يعني كان التحكيم كان نزيه، ربحنا بطولات العرب. كاس افريقيا فهمنا الدرس، واخا تكون يعني تلعب يعني تحيدوا لنا جوج بيلانتيات واضحين، جوج بيلانتيات وحمراء ديالنا هادو ما تعطاوش لينا. انا نوطيت واحد النقط، انا غنقول لكم النقط يعني نوطيتهم في الوقيته ديال الماتش، ونمشي لكم بنقطه بنقطه. ووالد الركراكي هاد النقطه هادي غتضحكم شي شويه. منشدي الدنيا مازال ما حافظش النشيد الوطني اخويا وليد الركراكي، كتهضر بثلاثه ديال اللغات ومازال كتقول لنا منشدي الدنيا، ماشي ننشدي الدنيا. لهذا زير معنا شويه السمطه. واحد القضيه الجمهور المغربي الصفار على النشيد ديال الكاميرون ما كانش موفق، ما تنصفروش حنا على هذا الشيء، حنا ماشي هذه المساله هذه ماشي ديالنا. ما يعني ان شاء الله يعني الفريق الجاي اللي غادي نلعبوا معاه والمنتخب الجاي ما نصفروش على النشيد الوطني. الضغط غير تبدا المباراه ديك الساعه ضغط اخويا وغوت كما بغيتي، اما باش تصفر على النشيد ماشي ديالنا، ماشي ديال الاخلاق ديالنا. دقيقه واحد كما قلت لكم بيلانتي، واخا جامع يديه بيلانتي 100 مليار في المية. 25 دقيقة الأولى ضغط عالي، يعني الضغط عالي جدا. من بعد الدقيقة 26 يبدا تيهبط الضغط، وعاوتاني طلع في الدقيقة 40 حتى سال الشوط الأول يعني بداك الطريقة صراحة ديال الله. السا ديال الركنيات في وقت قصير من هو اللي خلانا نجيبوا الهدف في الدقيقة 25. هذا هو النتيجة واللي تأتى بها الهدف في الدقيقة 25 بالضغط العالي مع الاحتياط. يعني خطه اللي دخل بها وليد الركراكي 3-4-3 هذه هي الخطه اللي تجي معنا خويا. خلينا نلعبوا غير هكا، وواحد القضيه غنسد فمي شي شويه وغنخلي الطاقم التقني هو يتكلف، ما بقاوش نديروا هاد الاقتراحات هادو. وليد الركراكي هو الاهل ديال هادشي، يعني هو المدرب وهو اللي مكلف وعنده الطاقم ديالو، ولكن هذا لا يمنعنا اننا ننتقدوا ونقولوا حقنا ونقولوا داكشي اللي كاين. الدقيقة 33 ضربة جزاء واضحة، الفار ما عيطش للفار الصراحة، ما عرفت، علامة استفهام كبيرة بزاف علاش ما عيطش الدقيقة 33. أنا باقي كنسول راسي دابا الحمد لله بعدا لأن اللي ربحنا الحمد لله وجوج لزيرو نتيجة وأداء. وبانت واحد القضية بين المغرب راه من شحال هادي المغرب ديال المنتخب المغربي ديال وليد الركراكي، الا ماركا عليك الا سبقوا ماركا عليك راه الا محال واش تماركي عليه. هذه تقريبا واحد 95% ما تقدرش تماركي عليه لانه تيحافظ مزيان على لا ديفونس. هذه هي المشكله اللي واجهها المنتخبات اللي واجهوا المنتخب المغربي. الا ماركا عليك هو الاول نسى تيسد البيبان.
واحد القضية أخرى يعني تُحسب لوليد الركراكي بالنسبة للناس اللي عاتبوا، الناس اللي تيقول لك أناحي بلا أناحي المنتخب غادي يعاني، المنتخب كذا. مع مالي عانينا بأناحي، مع مالي عانينا بأناحي بالنسبة للناس اللي كتفهم في الكرة ديال القدم، كتنسى بأن كرة القدم لعبة جماعية كتكون من 11 لاعب، ينقص أناحي، ينقص أمرابط، ينقص فلان بن فرتلان، ينقص ما بغيتش نقول شي سمية باش ما نفعلوش عليه. المغرب بمن حضر باش هاد النقطة غادي نمروا عليها مرور الكرام. الكعبي خانته النجاعة وخذ اسيست. الكعبي كان أضعف لاعب في المنتخب في البروميير ميطون. حنا ما تنهضروش هنا، ما جيناش باش نهضروا على السلبية، ولكن تنحطوا النقط على الحروف. خانته النجاعة في الشوط الأول، دار الكعبي خاصو 7 8 ديال الفرص عاد باش كيماركي لك وحده، هذه حقيقة ما غاديش نهربوا منها، وغادي يخدم إن شاء الله على هذه المسألة هذه. على الله وعسى إن شاء الله في الماتش الجاي ماركي لنا شي بيت يكون في المستوى. ولكن كاين واحد المعطى، واحد المعطى شوية ماشي تلهيه. المنتخب المغربي تيلعب ماتش مزيان وماتش خايب، ماتش مزيان وماتش خايب. كما لاحظتوا الماتش ديال جزر القمر كان مزيان، الماتش ديال مالي كان دون المستوى، والماتش ديال زامبيا كان في المستوى، والماتش ديال تنزانيا كان دون المستوى، والماتش ديال الكاميرون كان في المستوى. كنتمناو ان الماتش ديال نيجيريا يكون في المستوى حتى هو، ويخيب الظن ديالنا، وهذه الاحصائيه هذه يلغيها، وهذا المنطق هذا ديال شير عليا نشير عليك ديال ماتش مزيان ماتش زوين. المهم الناس تيحللوا بالتحليلات، يعني تحليلات يعني خاصه ديالهم. وانا طاحت لي في بالي ان كنديروا ماتش مزيان وماتش خايب، ماتش مزيان وماتش خايب. نتمنوا ان الماتش الجاي ان شاء الله يكون في المستوى دومي فينال باش نمروا للفينال ونجيبوا اللوينه، ونجيبوا اللوينه باذن الله. تبقى في المغرب يدوروا بها في الكاميو الاحمر، في الكار الاحمر في الرباط باذن الله. اللي تفرج في الماتش على حساب الكعبي شوف الدقيقه 56 واحد اللقطه في الكاري دي زويد ديال الكاميرون، شارد الدين، شارد ماشي تنتيري ماشي كنتيري في الكعبي. راه الكعبي واخا يماركي، قلت لكم بزاف ديال الفيديوهات، واخا يماركي ماشي غير كوت سيزو، يماركي اللي بغا. جات فيه السمطه كدور، جات فيه السمطه، راه هذا الشيء راه غتجي فيه. كان اضعف لاعب انا بالنسبه لي، اضعف حلقه كانت هو ايوب الكعبي. باش نكونوا واقعيين، رجعوا الفيديو، رجعوا الفيديو اللي سميتو الدقيقه 56 وشوفوا الدقيقه 56 57 56 مرجعه، كتبان لكم اللقطه شارد. حتى تدخل لاعب كاميرون حيد ليه الكره عاد فيقوا، ما عرفتش فين كان تيحلم، مازال ما دخلش في الماتش، ما كانش، ما عرفتش، خرج من الماتش. والدقيقه 61 ضربه جزاء غير معلون عنها للسيباري. راه الحماق، راه قلت لكم راه شي قيدتو وانا تنقيد وانا تنترعد. الدقيقه 66 تغيير ايوب الكعبي، شافوا يعني ايوب الكعبي خرجوا دخول نصيري وامر الخنوس بدا يعني يعني باش يضيف يعني دماء جديده لسميتو. الصراحه ديال الله التغييرات كانوا في المستوى، حافظنا على النتيجه، دخينا دماء جديده. امر بالدخول يعني واخا دار واحد الفالطه غوت عليه بونو، الا عقلتو عليها قال لي ما تبقاش دريبلي لي تما، ما ديرش لي هادشي بلا ما يقولهاش حتى، يعني حيد عليا الدراري. بونو داخل في الماتش، بونو والمزراوي داخلين في الماتش، بونو واخا تشوفوا ما قاساش وداخل في الماتش، ما كاينش تخرشيش. الله يخليهم لينا والله يخليهم لوليداتهم ويخليهم الامهات ديالهم ويخليهم للمنتخب ديالنا. انا كنقول اكرد لاعب غشاش، واخا هكاك يعني اليوم دار بون ماتش، ولكن تيتخبى شي شويه، واخا هكاك اعتق الموقف بزاف ديال المرات، انما مازال خصو شويه ديال الخدمه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.